عندك الام اسفل الظهر من فترات طويله مش بتسمع في رجلك، لاحظ لو في تسميع في رجلك في الغالب في انزلاق غضروفي او ممكن يكون عندك عرق نسا كاذب، وارجع لفيديوهاتنا على الموضوع دوت هتعرف تشخيصك بالظبط. المره دي بقى انت عندك الم اسفل الظهر، والالم دوت بشكل غريب جدا مرتبط بالنوم. تبقى كويس لا بيك ولا عليك طول اليوم، دنيتك تمام، تنام تصحى تلاقي الم ظهرك شادد عليك، تبدا تتحرك خلال اليوم الدنيا تفك. طبعا الالم دوت بنسميه انفلاماتري بين او الم نتيجه التهاب. طبعا في اسباب كتير جدا للالتهابات ممكن تعمل لك الم اول ما تصحى من النوم، لكن السبب الخفي اللي جاي اكلمك عنه النهارده في الفيديو وهو طريقه النوم نفسها. فتخيل حضرتك بتنام على مخده عامله زي كده عاليه قوي، تكون داعمها كده بالشكل ده، تكون زقه ظهرك لفوق جامد جدا، تعمل لك تقوس قطني بالشكل زي كده. ده لو انت بتطبق المعلومات وبتنام على مخده، او ما بتنامش على مخده خالص فظهرك يكون ساقط لورا بالشكل العكسي كده، يحصل كيفوزس او تاني في الظهر اكتر من المفروض يكون في اللوردوزس الطبيعي اللي موجود فيه، وبرده يعمل لك الم اسفل الظهر. انا جاي النهارده اقول لك ظبط وضعيه نومك. كنا وضحنا فيديو كامل على اليوتيوب ازاي تنام بشكل صحي، ممكن ترجع له عشان تحمي نفسك تماما من الم اسفل الظهر.